تواصل لم يحدث بين المدافع وحارس المرمى، وبالتالي خرجت الكره بهذا الشكل. بونو إذا في عملية الخروج هنا كان لازم تترك الكرة لبونو. هنا ما كانش فيه تواصل بين ياميت وبونو، كان ممكن بونو يصرخ اترك هذه كرتي، لكن في النهاية معلش مرت سالمة هذه الكرة، لكن ليس في كل مرة تسلم الجرة يا بونو يا ياميت. تلعب هذه الجانبية، رجعتها من جديد لعناصر المنتخب المغربي بالراس أوناحي، يلعب الكرة بالدي. تركنا الكرة كثيرا للاعبين الاسبان، تركنا الكرة كثيرا للاعبين الاسبان ورجعنا كثيرا الى الخلف. يعني وليد يقول لك هذه طريقة ناجحة، هذه طريقة حتى الان ممتازة في الحد من خطورة المنتخب الاسباني، وانت اذا فتحت اللعب واذا تقدمت فهنا الصعوبة ستكون